شوية فلفل اسمر اهو كمان زي ما قلت لكم، وهنقلبها كده مع بعضها كده تقليبه حلوه، وبندهنها بقى بالفرشه بتاعتنا من جميع الجوانب عشان لما نحطها في الفرن تحمر بتدي لنا لون جميل، احسن ما نحمرها بره وتقعد تطرطش بالزيت وتسخن البوتاجاز وحاجات كتير يعني، تعمل بقى مفرقعات وحاجات كتير على ايدينا وعلى وشنا، فكده اسهل واحسن، وبتدي لها برضو شكل حلو كده، بتبقى عامله زي ما يكون جايه من المطعم، شكلها جميل. على ما نحطها بقى في الفرن تحمر هجيبلكوا بقى الاكل بتاعنا خلص اهو، ثانيه كده في الا ثانيه، يا ريت الاكل كله يبقى سهل كده. الفرخه بتاعتنا احمرت اهي، شوفوا منظرها، والرز حطيته حواليه، منظرها جميل تحفه، وكان طعمها جميل جدا جدا، والعيال بقوا يشكلوا على الرز اللي جوه ده. والبسله بتاعتنا اهي